اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور انجي مجدي، اخصائيه العلاج الطبيعي، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنه. دكتور حضرتك شخصيه محترمه تمام، معلش بس هو انا لو عملت التحليل ده وفي مقاومه انسولين ممكن اخد علاج ولا هيجي لي السكر؟ انا مرعوبه جدا. بصوا يا جماعه، بلاش رعب مقاومه الانسولين زي ما كل شويه بيجينا بروباجندا كده، هوبا كل الشعب المصري عنده نقص فيتامين د، هوبا كل الناس عندها مقاومه انسولين خاصه لما ما بيخسوش. مقاومه الانسولين موضوع بسيط، هي الفكره كلها ان ده انديكيتور، خدي بالك بس. لكن هل انا مريضه سكر؟ لا خالص مش مريضه سكر، بس الجسم بنسميه سسبكتد يعني قابل لحدوث سكر. الجسم بيقول لك خدي بالك انا بديت اتعب، البنكرياس وافراز الانسولين بدا يبقى مش مقري في الجسم. فبدل ما ناخد دراجز وناخد الانسولين على هيئه ادويه، لا خدي بالك من اكلك وحركتك بس. لكن مش شرط انا عشان يبقى عندي مقاومه انسولين. في اطفال مقاومه الانسولين عندها شفناها بعينينا معديه 8 و9 وال10. فاحنا بنحذر، التحليل ده بيدينا انذار. مقاومه الانسولين انذار للجسم انك انت لو استمريت في لخبطه اكلك وكسلك وانك ما بتتحركش وبتاكل جنك فود وسكريات وحلويات كتير، الجسم بيقول لك خد بالك انا هيجيلي سكر في يوم من الايام لو فضلت على اللايف ستايل ده. يبقى هو الفكره كلها علاجها موتيفيت لايف ستايل، تغيير وضع، تبديل حاجه وحشه بحاجه كويسه. بس تظبيط سهر، بيقول لك ما تسهرش، تظبيط هرمونات، تظبيط ميه، تظبيط زي ما قلنا حركه، ان كميه النشويات، الناس اللي بتاكل كميه نشويات كتير جدا وبتعتمد عليه في اكلها ما ينفعش مع مريض مقاومه الانسولين. الناس الحلويات عندها شرط اساسي في البيت، ده برضه من اكتر الاسباب اللي ما ينفعش مع مقاومه الانسولين. بس فانت لو ظبطتي اكلك، ظبطتي حركتك ونومك وميتك، بس خلاص انت ما عندكيش اي حاجه. طيب لو في مقاومه انسولين الحل بتاعها ايه؟ اولا لازم نعمل التست، اشوف نسبه الهوماي ار اللي هو مقاومه الانسولين كام. مقاومه الانسولين اب تو 2، ازيد من 2. طيب لو من 2 ل4 حلها حاجتين، تظبيط اكل خاصه نظام لو كارب وصيام متقطع. تاني حاجة حركة في اليوم أزيد من 30 دقيقة في اليوم. طيب لو أزيد من 4 محتاجين ندخل معاها ميديكيشن، لازم الكنترول مقاومة أنسولين والسكر التراكمي عن طريق الأدوية، وبتبقى مجموعة الميتافورين اللي هي السيدوفاج وما شابه، تركيزها بيكون 500 850 ألف على حسب درجة التحليل بتاعك. بس البلان اللي بنمشي عليه نظام غذائي لو كارب وصيام متقطع، حركة 30 دقيقة، تظبيط مية، منع سهر تماما، نوم بدري وصحيان بدري، تظبيط هرمونات، تظبيط ستريس. لو سمحتي بنتي عندها 13 سنة وعندها مقاومة انسولين 3.3، معاها ايه ومش ازاي؟ مفيش معاها حاجة خالص غير انك تظبطي لها كميه النشويات والحلويات، وتظبطي لها ميه كتير، وتظبطي لها حركه، بس مش اكتر من كده. 4-5 حاجات، تمنع عنها السهر، تنام بدري وتصحى بدري حتى لو كان بالغصب او حتى لو كان بتظبيط المنبه. تنام بدري وتصحى بدري عشان دي بدأنا ندخل في تينيجر، بدأنا ندخل في لخبطه الهرمونات، يعني البيريود هتيجي، يعني هنلاقي ان زياده في مساحه البطن، تكيسات، لخبطه في البيريود. فطبيعي ان احنا نظبط موضوع الحركه والاكل كويس جدا. السهر ممنوع تماما معاها، وهتعامل معاها لانها بني ادم عاديه جدا، ما عندهاش اي حاجه، ما عندهاش اي مشاكل صحيه، ما عندهاش اي ما نقولهاش يا تخينه، ما نقولهاش انت هيجيلك سكر، الكلام الصعب اللي بسمعه من امهات مرعوبه على البنت هيجيلها سكر، لا خالص. طب هقول لك على حاجه، هو انا لو قلت لك ان العبره مش بالتحليل، العبره بالاعراض تكذبيني؟ يعني انا ما بهتمش مثلا بتحليل هوماي ار النسبه بتاعته قد ايه، وتحليل مقاومه الانسولين النسبه معاه قد ايه، ان يهمني الاعراض. حد عنده شرايح كبيره للحلويات، غمقان في منطقه الرقبه، زوايد جلديه، لخبطه في البيريود، حجم البطن كبيره، سهر وقلق على طول، ما بيشربش ميه، ما بيشبعش، كل دي اعراض مقاومه الانسولين عندي حتى لو التحليل كويس. تمام؟ بس نفترض ان انا ما عنديش مقاومه انسولين بس عندي البطن كبيره. البطن الكبيره انديكيتور لايه؟ مقاومه انسولين، يا دهون على الكبد، سبكوتينيوس فات او نسبه الدهون الحشويه عندي عاليه، عندي نقص فيتامين دي فعامل لي ارق، فمزود معايا هرمون الكورتيزون، فمزود معايا حجم البطن، فكل ده بيلعب او يندرج تحت بند انا عندي بطن. طيب حله نفس الفكره، هو دايت بلان بتاعتي لو كارب، تظبيط نوم، مفيش سهر، ميه كتير، حركه اب تو 30 مينت في اليوم، كل يوم اكتر من 30 دقيقه في اليوم لازم اتحرك،
زي ما قلت مفيش سهر، نبعد عن الاستريس تماما، نطمن، نعمل سونار ونطمن على حاله الكبد، لان عاده كل الناس اللي عندها حجم البطن او 99% من الشعب المصري عنده في حاجه اسمها فاتي ليفر اللي هي دهون على الكبد. ولازم اعمل تحليل كوليسترول ودهون ثلاثيه عشان اطمن على الكوليسترول الضار وعلى الدهون الثلاثيه، لان برضو ده دليل ان انا عندي مشاكل في دهون الدم. اعمل انبادي واطمن على نسبه الفيزرال فات اللي هي الدهون الحشويه، نسبه الدهون الحشويه بتاعتي كام بالظبط. الدايت بلان هيخسس جسمي كله، وبطني هتنزل مع الدايت. بس عشان اركز على البطن اكتر محتاجه ازود حاجتين، ازود تمارين تنفس خاصه على الريق وقبل النوم، تمارين تنفس ودي عملت لها فيديو كامل لوحده. ولازم وانا ماشيه كده زي ما انا ماشيه اشفط بطني، وانا قاعده على المكتب اشفط بطني، وانا بطبخ في المطبخ بشفط بطني. الحاجه دي بتقوي عضلات البطن وبتقلل نسبه الفاتس فيها.